بالذمة ده منظر ماتش نقعد ليه لحد الساعة واحدة بالليل في منتصف الليل. ماتش عقيم يا جدعان، ماتش بجد يزهق. ملل يا ناس، ده اثيوبيا مسكانة استحواذ اكتر منا، لولا احتراف محمد صلاح كانت خربت يا ناس. انا مش قادر افهم فيها، ده اللعيبة بتجري، اللعيبة بتقف بتلعب على الواقف، وخصوصا محمد صلاح بيلعبوا على الواقف طول الماتش. قاعدين لحد الساعة بالليل نتفرج على ماتش مصر واثيوبيا، ماتش سواد طين، ماتش اللي يعلم بينا ربنا، ولا كورة ولا هجمة عدلة. الغريبة طلع لك الكابتن حسام حسن بيقول لك ايه؟ احنا ضيعنا فرص بالجملة، احنا المفروض يعني نغلبهم 15-0 10-0. طب انت بتلعب فرقة زي اثيوبيا وضيعت الفرص دي، امال في الماتشات التقيلة تعمل ايه؟ انت المفروض ان انت كنت تمسكهم مكنسة ومكوى تنفض فيهم اجوان 7-0 8-0 مستريح. ايه يا عم ده؟ مفيش لاعب في منتخب مصر عارف يجيب جول في اثيوبيا غير محمد صلاح وكان مش عارف مين اللي جاب الجول التاني، مين اللي جابه، انا برضه مش عارف صلاح ولا مين، ولا زيزو بقى لما جاب جول جمهور الزمالك طلع بالسما. ده هو شاط الكرة في نفس الزاوية اللي جاب جول. انا معرفش ليه بصراحة. ده المغرب يا جدعان كانت مغلوبة 1-0 من النيجر لحد الدقيقة 66، اتعادلوا. الفرق اللي عايزة توصل للمونديال يعني بيوصلوا بشرف. اما احنا لحد دلوقتي احنا التصفيات بتاعتنا، الجدول بتاعنا عاملة الدوري بالظبط، مش عارفين نفس حد اساسا. نحن مصر لم تنافس احد، بتنافس مين؟ مش بتنافس حد اساسا، انت عندك احنا بنلعب الفرق والمنتخبات كلهم خارج الديار بره وجوه. بنلعب في المغرب في فرقة منتخب ساب بلده وبيلعب في المغرب، ولعبنا مش عارف فرقة النيجر، فرقة مش عارف بتاعت مين برضه، لعبنا برضه بره خارج أرضها. إيه يا جدعان ده الدنيا بجد. إحنا لو صعدنا هيبقى صعود فاشل للمونديال، وأعتقد على ما أظن هنبقى حصالة البلح بتاعت المونديال. يا جدعان ده السودان اللي معاكم، والسودان متصدرة المجموعة 11 نقطة، تحتها الكونغو 9 والتانية 8، أنا مش عارف 10 ولا إيه. يعني بجد ملعكة. أما أنت عندك مين؟ مفيش فرق بتنافسها أساسا، زي الأهلي بالظبط.